عارف القانون الجنائي في مصر قد ايه؟ كام صفحة؟ كام مجلد؟ عارف قانون الأحوال المدنية؟ عارف قانون الأحوال الشخصية في مصر قد ايه؟ كام مجلد؟ عارف قانون الجنائي والمدني والأحوال الشخصية في القرآن الكريم كام صفحة؟ ما يكملوش 10 صفحات. انت عندك كل قواعد القانون الجنائي، قصاص والحدود، يمكن صفحتين ثلاثة في القرآن الكريم. عندك القانون المدني، آيات الدين والتداين وآيات الميراث، ما كملش صفحتين في القرآن الكريم. منتهى الإحكام، منتهى الدقة. كل قواعد الميراث تلاقيها موجودة في القرآن الكريم. ده ياخد التمن، ده ياخد التلت، ده ياخد التلتين، ده ياخد النص، ده ياخد ضعف ده ياخد نص ده. مهما كان أقارب الميت لما يموت، مهما كان عددهم، مهما كان صفاتهم، هتلاقي أحكام الميراث واضحة ثابتة بمنتهى الدقة تنطبق عليهم. قانون كله في صفحة واحدة. احكام الزواج والطلاق كلها، احكام الاحوال الشخصيه كلها في القران الكريم. ويتجوز ازاي ويطلق ازاي ويسجل ازاي والرضاعه ايه والنفقه ايه وياخد قد ايه والمتعه، كل حاجه ما كملش 5 6 صفحات في القران الكريم. احكام. وهم دول ال3 اسباب اللي بيحصل عليهم مشاكل في الدنيا كلها ما بين الناس. انت لو رحت اي محكمه ولا اسم شرطه هتلاقي الناس بتعمل محاضر وبترفع قواضي على بعض، على ايه؟ على الجواز والطلاق، على الميراث والسلف والعقود التجاريه والاحوال الماديه، وعلى الاعتداءات، قصاص ده اعتدى على شخص او اعتدى على حرمه بيته او على عرضه او على امواله. كل ده ملخص في القرآن الكريم ما يكملش 10 صفحات، وبمنتهى الدقة وبآيات قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، عشان ما تحتملش أي تأويل، عشان ما يبقاش في أي مجال للخلاف ما بين الناس. خلاص. ده إحكام القرآن الكريم، دي عظمة القرآن الكريم، إنه خلى هذه الأحكام ملخصة محكمة، ثابتة. ما فيش مجال بقى إن احنا نقعد نختلف ونقعد نفكر فيها. تيجي في آية الدين آية واحدة في صفحة كاملة يشرح لك ازاي الواحد يستلف ويسلف ويكتب وتوثيق هذا السلف ويكتبوه صغيرا او كبيرا. والرهن لو مش هتكتب هتبقى رهن، والرهن ده يتأدى ازاي ويتأدى زي ما هو بقيمته، وكتابة الكلام ده، وقانون حماية الشهود في كلمة واحدة: لا يضار كاتب ولا شهيد. وبعدين مش لو ما كتبش خلاص راحت عليه، لا، فإن ائتمن بعضكم فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وبعدين الحكم يبقى ازاي والتيسير. وعظمة القرآن بقى وعظمة التربية الإسلامية إنها تخاطب الروح وتخاطب القلب. وهو بيكلمك عن الطلاق يكلمك عن التقوى، وهو بيكلمك عن الدين يكلمك عن الرحمة والتيسير، وهو بيكلمك عن الخلافات الأسرية يكلمك عن العفو، عن الإحسان، عن المعروف، وهو بيكلمك في القواعد بتاعت الميراث يطمنك، يقول لك ان الله بكل شيء عليم. يعرفك انه اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، ان ربنا اللي عارف مصلحتك فين، ان ربنا حكيم، ان ربنا عليم. يكلمك عن التقوى في كل تفاصيل القوانين اللي احنا بنقول عليها المدنية والجنائية والشخصية، عشان يبقى في رادع داخلي. القوانين والحدود دي هي رادع خارجي يرضع المعتدي، لكن كمان لازم يكون في رادع داخلي من جواك في تقوى، انك تخاف من ربنا. ان بغض النظر عن هذه القوانين لازم قلبك يتقي الله ويخاف من ربنا، حتى لو محدش شايفك، حتى لو الحدود مش هتطبق عليك، حتى لو القانون مش هيطبق عليك. دي عظمة الله سبحانه وتعالى. شوف كم مرة في سورة الطلاق يتكلم عن التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. كل كلمتين في الطلاق يقول لك كلمة عن التقوى، عشان عارف الناس بتعمل ايه في الطلاق وبتبهدل بعضها ازاي، عشان يفضل يحط لك المبدأ الاساسي: اتق الله، وان ربنا هييسر عليك، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ما تخافش، ما تخافيش، ربنا هيكرمك، ربنا هييسر لك، بس انت اتقي الله. ما تفتريش، لا تنسوا الفضل بينكم، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. هو ده. في الدين يكلمك عن الامانه، عن العفو، عن التيسير، فنظره الى ميسره. كل ده من إعجاز القرآن الكريم، إنه يحط كل هذه القوانين بهذه الصياغة الدقيقة المحكمة المختصرة اللي لا تزيد عن 10 صفحات، اللي تقدر إنها تحط كل الأحوال الشخصية والمدنية والجنائية أمامك في منتهى الدقة، ما تحتملش أي تأويل. عشان كده بنقول معجزة القرآن ليس إعجاز لغوي فقط، ليس إعجاز علمي فقط، ليس إعجاز في الحكمة فقط، إعجاز في كل شيء، إعجاز في كل شيء. حتى التشريع واختصاره وحكمته وإحكامه إعجاز. كل آية في القرآن تحمل ملايين المعجزات. سبحان الله.